أعلن بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قرر سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانيال كالفان فينا الحامل للجنسية الإسبانية، ويأتي هذا السحب لاستثناء بقرار من جلالة الملك نصره الله اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا. وتبعا لهذا القرار السامي فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو. وكان بالأمس قد أصدر الديوان الملكي البلاغ التالي بخصوص إطلاق سراح المسمى دانيال كالفان فينا. على إثر إطلاق سراح المسمى دانيال كالفان فينا من جنسية إسبانية خلال الأيام الأخيرة والذي كان قد أدانه القضاء المغربي، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية إلى الرأي العام. لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال كالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. إن صاحب الجلالة بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة، وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني. ولهذه الاعتبارات جميعها قرر صاحب الجلالة بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.